السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. كما كتشوفوا هذه طبيله ديال اولا طبله ديال الكوتي، طبله اللي ممكن نوجدوها بمقادير اللي كتكون متوفره عندنا في البيت، وحتى الا ما كانتش متوفره فغادي نعطيكم فكره مثلا كيفاش مقادير قليله تقدروا تخرجوا هكذا عده وصفات، وغادي يكون اقتصاد في الوقت، ايضا اقتصاد في مصروف يعني ديال هاد الطبله ديال الكوتي. كما كتشوفوا هنا منوعه، فغادي نحضروا كيك طبقات اللي كيجي بارد كيجي رائع جدا ولذيذ، وغادي نحضروا ايضا واحد الوصفه اللي كتجي رائعه ولذيذه بمذاق البرتقال اللي هي بغرير بانكيك. فكما كتشوفوا في الوجه والتقديم ديالو كيشبه لينا البغرير، ولكن القوام ديالو يعني من التحت كيكون محمر بحال الشكل ديال البانكيك. وان شاء الله غادي نشوفوا الوصفه ديالو. ايضا غادي نحضروا حريشات بالجبن الزيتون الاسود والزعتر، كيجيو رائعين جدا ولذاذ. كما قلت لكم يعني غادي تتبعوا معايا الفيديو اللي غادي تشوفوا فيه وصفات فيها مكونات اللي يعني مشتركه بيناتهم. مثلا الحرشه فيها السميده اللي غادي نستعملها ايضا في البانكيك اولا في البغرير، نفس الشيء العصير ديال البرتقال اولا البرتقال اللي غادي نحتاجوه في الكيك وغادي نحتاجوه في البانكيك. يعني فهنا كناخذوا نفس المكونات ونحاولوا نخرجوا منهم عده وصفات. فخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. فغادي نبداو على بركه الله، غادي نشوفوا يعني الوصفات كما انا حضرتها يعني باش حتى الوقت كنربحوه. فهنا غادي نشوف الوصفه اللي غادي تاخذ ليا الوقت اكثر هي اللي غادي نبدا بها الاولى. فغادي نبدا بالكيك لانه فيه طبقات، وايضا كيحتاج انه يعني يبرد. دونك غادي نحتاجو فيه زوج ديال البيضات، كنحتاجو 5 المعالق ديال السكر، كنحتاجو 5 المعالق ديال الحليب، كنحتاجو 3 المعالق ديال الزيت، وكنحتاجو 6 حتى 7 المعالق ديال الدقيق، كنحتاج ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، وكنحتاج ساشي ديال السكر فانيلا، وطبعا كنحتاج رشه ديال الملح. كنوضع هاد المكونات كلها في الخلاط الكهربائي كنخلطها. بعد ما خلطنا المكونات ديالنا كناخذ مول طبعا اللي كنكون دهنته بشويه ديال الزبده والدقيق، وكنكب فيه الخليط فكيجي طبقه رقيقه يعني لانه غادي يكون طبقات اخرى من فوق هذا لو كيك، وكندخلو الفرن حتى كيطيب وكيتحمر. هذا لو كيك ديالنا بعد ما خرجته من الفرن غادي نخليه هنا جانبا كيبرد، وغادي ندوزو نحضروا وصفه ديال البغرير بانكيك. فكنحتاجو في هذا البغرير بانكيك 3 ديال البيضات، كاس ديال الليمون اولا كاس ديال العصير ديال الليمون صغير، واحد كاس ديال الحليب كبير، هنا نعبروا بكاس العنبه الحليب، والنص ديالو نديروه ليمون اولا عصير البرتقال. غادي نحتاجو ايضا 2 كيسان اونص ديال السميده رقيقه، غادي نحتاجو واحد ساشي ديال السكر فانيلا، واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاجو شويه من الخميره ديال الخبز، شويه ديال الملح، وممكن نضيفوا شويه ديال المزهر وكيبقى اختياري ليكم. كنخلط هاد المكونات كلها بخلاط كهربائي، وهنا الخليط ديالنا خصو يجي بحال الخليط ديال البغرير. فإلا جاكم ثقيل يعني السميده كالنوع ديالها اللي كتشرب، فضيفوا شويه ديال الحليب اولا شويه ديال العصير ديال البرتقال، وخليوه جانبا تقريبا واحد 15 دقيقه. لان مخليه البغرير بانكيك ديالي تيخمر، فغادي نحضر لا كريم باتيسير اللي غادي نزين بها لو كيك اولا غتكون كطبقه فوق لو كيك. كناخذ واحد الكاس كبير ديال الحليب اللي تقريبا 300 غرام، كنوضعو في كاسرونه، كناخذ زليفه كنوضع فيها واحد 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير، كنضيف عليهم واحد المعلقه ونص ديال السكر سنيده وتيبقى على حسب الذوق. كنخلط هاد لا كريم باتيسير مع السكر سنيده مزيان. هنا كنخلطهم بوحدهم، عاد كنضيفهم الحليب علاش باش ما يعني داك لا كريم باتيسير ما كتشكلش ليا حبيبات في الحليب. يعني ملي كنخلطوها مع السكر سنيده ملي كنضيفوها على الحليب فكتذوب بسرعه في الحليب، ثم كنضيفوهم للحليب وكنخلطو مزيان، وكنوضعوها على النار وحنا كنحركوها حتى كتختار. بعد ما برد لينا لو كيك كناخذو وكنكبو عليه هذا الخليط اولا هاد لا كريم باتيسير اللي حضرنا، وكنخليوها كتجمد. غادي ندوزو دابا باش نطيبو البغرير ديالنا. كما كتشوفوا كناخذ مغرفه وكنعمر المقله ديالي يعني بحال الشكل كنطيب البغرير. كما كتشوفوا هنا كيتقب ليا يعني بحال شكل البغرير، ولكن من الجهه الاخرى كيكون على شكل بانكيك اولا كيكون يعني القوام ديالو كيكون شويه قاصح، ماشي بحال البغرير يعني كيجي بيض من التحت وبيض من الفوق، لا هذا كيجي شويه محمر من التحت، وكما كتشوفوا كيتقب لينا من الفوق وبمذاق ديال البرتقال ولا ضفتو ليه مزهر كيجي مذاق رائع جدا وتجانس المذاقات. كما كتشوفوا هذه واحده اخرى. وفي نفس الوقت وانا كنطيب البغرير
فكنكون كنوجد هاد المقادير والحشوه ديال الحرشه ديالنا. فهنا كما شفتوا انا مقطعه الزيتون كحل قطع صغيره، وعلبه ديال الطون اللي كنصفيها من الزيت، واحد المثلث ديال الجبن. هنا عندي ايضا واحد 2 كيسان ديال السميده رقيقه، هذا هو الكاس باش عبرت، صغر من الكاس ديال العنبه شويه، يعني نفس الكاس هو اللي تعبروا به. عبرت به ايضا هنا كاس ديال الحليب مع بيضه وحده. غادي نحتاج ايضا واحد الرشه ديال الملح، غادي نحتاج شويه ديال السكر سنيده، واحد الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاج الزيت اللي غادي نحتاج فيها واحد نص كاس ديال الزيت. غادي نضيفو للسميده وغادي نحركها مزيان، وغادي نخليها جانبا واحد شويه يعني تشرب هذا الزيت. بعد ما خليتها ارتاحت وفي نفس الوقت كنكمل الطياب ديال البانكيك بغرير ديالنا، غادي نضيف شويه ديال الملح، غادي نضيف شويه ديال السكر سنيده، وغادي نضيف الخميره، وغادي نخلط هاد النواشف مع بعضها مزيان. ثم كنخلط الحليب مع البيض اللي انا دايره في البول الاخر كما كتشوفوا، وكنضيفو على الخليط ديال السميده وكنخلطها مزيان. كناخذ بول اخر اولا زليفه اخرى وكنخلط فيها هاد الزيتون الكحل مع الطون مع الجبن باش كنحصل على خليط واحد. او ما كنحضر دابا واحد طبقه اخرى اللي بعصير البرتقال، فكناخذ كاس ديال العصير ديال البرتقال اللي كنضيف ليه ساشي ديال الفلون. فهنا ممكن تستعملوا فلون ديال الفريز، فلون ديال الفاني، اولا كما استعملت هنا فلون ديال البنان لانه غادي يكون عندي الموز فواحد التجانس ديال المذاقات. كنخلط هذا الساشي ديال الفلون مع معلقه اونص ديال السكر، تيبقى على حسب الذوق يعني على حسب الحموضه ديال البرتقال. كنخلطهم مزيان، كنضيفهم على عصير ديال البرتقال وكنوضعوا على النار وانا كنخلط مزيان حتى كيغلى ليا الخليط. ناخذ بنان وكنقطعو لدوائر رقيقه وكنصفو فوق لا كريم باتيسير، يعني حتى كنصفو على الوجه ديال لو كيك كامل. ثم كناخذ هذا الخليط ديال البرتقال مع لو فلون وكنبدا نكبو بشويه فوق من الموز كما كتشوفوا بهذا الشكل، يعني بحال كنغطي هاد القطع ديال الموز بهاد الخليط ديال الفلون مع عسل البرتقال وكندخلها للثلاجه حتى كتشد راسها اولا كتبرد تماما. كناخذ واحد الطبق وكنوضع فيه سميده رقيقه كنخلطها مع السميده الغليظه، ثم كناخذ مقله كما كتشوفوا هنا وضعت الاطار ورشيتها بشويه من داك الخليط ديال السميده الرقيقه مع الغليظه. هنا درت الاطار باش كيجيو بنفس المقاس ويجي شكلهم جميل. كناخذ شويه من الخليط ديال السميده، طبعا كنكون خليتها شربات، وكنوضع وسط منها شويه من الحشوه وكنبسطها في هذه الدائره اولا في هذا الاطار باش كتاخذ الشكل ديالو. هنا كتحكموا فيها بغيتوها تجي رقيقه اولا غليظه يعني بالكميه ديال الخليط ديال الحرشه اللي نتوما كديروه. غادي نعاودوا نفس الطريقه، كندير ناخذ شويه ديال الخليط ديال السميده اولا ديال الحرشه بين يديك، كنبسطو كنوضع فيه شويه من الحشوه وكنشكلو على شكل دائره، يعني كتجي الحشوه في الوسط. هنا مساعده ديال السميده اللي انا خلطت السميده الرقيقه مع الغليظه، ودائما كنكون واضعه اطار. فهنا يعني على حسب عدد الاطار اللي عندكم، على حسب المقله. هنا استعملت كما كتشوفوا مقله كبيره وغادي نوضع فيها يعني شحال من اطار، ومن بعد غنوضعهم على النار يطيبوا. ملي كيطيبوا وكنبغي نقلبهم كيمكن لي ديك الساعه نزول الاطار باش نعاود نخدم به اولا نكمل به الحريشات الاخرين. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبيله ديال الكويتي ديالنا. هذا الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا. يعني حضرنا وصفات اللي سهله سريعه التحضير، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف، وكيفاش اننا نستغلوا لا في المقادير ولا في الوقت باش نحضروا هاد 3 ديال الوصفات. فكما كتشوفوا عندي هنا يعني كنحطوا حتى الاشياء اللي كتكون يعني عندنا في الثلاجه. مثلا هنا قدمت الزيتون الاسود، ايضا شويه ديال الجبن، شويه ديال العسل، ايضا انواع ديال المربى اللي عندي. ايضا هنا كما كتشوفوا هادو الحريشات ديالنا فكيجيو رائعين رائعين جدا ولذاذ بداك الحشوه اللي حنا وضعنا فيهم. هذا لو كيك ديالنا حتى هو كيجي رائع وبارد. وايضا البغرير بانكيك كما كتشوفوا الفكره ديالو كتجي رائعه جدا. فكما قلت لكم فكيبقى القوام ديالو بحال البانكيك وكيجي متقب بحال البغرير، رائع جدا. هنا رافقته مع شويه ديال العسل، وهذه محرشه اولا الحرشه بالبلبوله ديال الشعير لان كنت محضراها في الفطور ديال الصباح وبقات، علاش لا نقدموها حتى هي. هذه ايضا حليوه اللي ديجا كنت محضراها في الدار. وما نساوش طبعا البراد ديال اتاي اللي هو كل شيء في الطبله اللي ضروري انه يكون. فكتقدموا
الطبيله ديالكم، وكتحاولوا انكم يعني الاشياء الا كانت موجوده عندكم من قبل في الدار حتى هي تحطوها. نتمنى هاد الافكار تعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا مزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnida.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات امنيدا سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.